ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ كل سنة وانتوا طيبين وبالعيد فرحانين وفي وسط ولادكم واحبابكم يا رب. اللي ملحقش بقى يعمل الترمس، تعالوا نعمل طريقة سريعة سهلة، مش هتاخد مننا اكتر من يوم. هننقع فيه الترمس ونسويه كمان، وهيطلع مظبوط وحلو قوي بطريقة حلوة قوي هتعجبكم. نلحق اي حاجة يعني. احنا عندنا الترمس برضو مفيد جدا في فترة الأعياد مع السكر اللي احنا بناكله ده في الكحك والبسكوت، عشان هيقلل مستوى السكر اللي بيدخل الجسم. ومفيد كمان في أمراض القلب، ويمنع الكوليسترول الضار، وكل حاجة من الحاجات اللي ممكن تأذينا والله بينفع يعني. دي عادة مصرية قديمة، فهنبقى برضو احط لكم فوائد الترمس في الكابشن. وكلناه على طول جميل جدا، ولحقناه بالليمون وعليه التوابل الحلوة بتاعتنا من ملح وفلفل وبابريكا وشطة وكمون. من أحلى التوابل المفيدة جدا في الصحة، وعشان كمان بتساعد على الحماية من السكريات اللي دخلت جسمنا الفترة الأخرانية، والدهون برضو اللي كنا طالعين بقى من شهر رمضان بدهون وسكريات محترمة. فتعالوا مع بعض نعمله، وبعدين الباقي زي ما احنا شايفين كده يقدر يتعبى في برطمانات بالمية بتاعته، بنحافظ عليه وتاكله في أي وقت، يعني يفضل معانا وقت طويل. أولا بجيب طبعا كيلو من الترمس أو نص كيلو. اسمه ترمس حلو عشان ما نجيبوش مر، المر ده بياخد وقت جامد أوي في التسوية. إنما الترمس الحلو ده زي ما احنا شايفين لازم ننقيه الأول. هنلاقي فيه بعض الشوائب كده ما بين الحبوب، لازم نطلعها زي ما انتم شايفين كده، حاجات مش مظبوطة. وهنغسله كويس قوي، وبعد كده هننقعه في مية سخنة مغلية. نغلي الكتل كده وننقعه، هيقعد معانا بالظبط حوالي 4 ساعات، وهتلاقوه لما ينفش كده. يعني بصوا شكل الحباية بعد ما كانت مطبقة، بصوا نفشت ازاي. ده كده احنا لسه ما سويناش، هو كده منقوع يعني لسه ما تسواش. بس هنشيله بقى، نصفيه من المية اللي هو فيها مية النقع دي، ونقوم واخدينه بس. وبعد ما نغليه بقى نحطه في الحلة ونحطه في مية ويتغلي لمدة 3 ساعات. هيبقى تحفة. وبعد كده نحط عليه ملح وفلفل وبابريكا وخل، ربع كوباية خل وليمون وملح وفلفل وكمون وشطة، هيبقى تحفة. والبابريكا تديله طعم ولون حلو جدا، ونستخدمه بقى ونقدمه لضيوفنا وولادنا. واللي يتبقى بقى بنحطه في برطمانات زي ما احنا شايفين كده، بينفع معانا يقعد معانا براحتنا بقى اي وقت يعني تاكلوه، بس ما نعديش الشهر يعني، عشان برضه هو مش متخلل، هو برضه محفوظ بس مش متخلل. وبالهنا.